سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله يا رب العالمين. آم، اليوم راح ندير وصفه رائعه اللي هي دولمه قرعه بالبطاطا باللحم الغنمي. صدقوني في الفرن جربوها ما راحش تندموا اكيد. وصفه رائعه وفي متناول الجميع، يعني نامبورت كال وحده تقدر دير وصفه كيما هذه، يعني تجيها شابه. اي ربة بيت تقدر دير وصفه كيما هذه. نقولها ديريها وسيها وعينك مغمضين، الرائحه حقا راهي تعبق. نقول لكم وصفه رائعه وسيوها وجربوها. واللي دخلت القناه جديده ماذا بها تابوني معنا ودق الجرس باش يوصلها المزيد تاع الوصفات. واللي راهي ديجا ابوني معنا دير لنا دي بتيجام وتعلق لنا على الوصفات. نقول لكم الى الملتقى بوصفات جديده. البنه رائعه. ونخليكم في امان الله، مع السلامه. نروحوا للمقادير. بيان سور المقادير تاعنا عندنا كميه من اللحم الغنمي. هنا عندنا حبه بصل كبيره، وفيه واللي كنت رحيتها بشويه نعناع وشويه حشيش. تعرفوني بلي كان الحشيش والنعناع نحبهم بزاف. نتوما تقدروا تستعملوا المعدنوس، اي ترحوا البصل وحده وديروا يعني المعدنوس تقطعوه صغير وتحطوه لداخل. مي انا يعني الدار يحبوا لي الحشيش والنعناع، انا تانيت دونك درت الحشيش والنعناع رحيتو مع البصل. هنا عندنا كميه من الحميصه ملح قرفه. وهنا كيما يقولوا مداري نخدموا هاد لافاس، هاد الحشو مداري نخدموه كيف كميه من اللحم المفروم غنمي بيان سور رحيتو. ودرت نص حبه بصيله صغيره اللي كنت قطعتها وشويه حشيش ونعناع دوما وحبه صفار بيض وبيان سور الفلفل الكحل والقرفه والملح. بلا ما نساو بيان سور الفلفل الكحل هضرنا عليه والزيت. وهنا كميه من البطاطا والقرعه اللي كنت يعني نحيت لهم اللب اللي داخل وغسلتهم مليح وخليتهم يعني من جهه. نستعملوا هذيك بعد السنيوه هذيك اللي لازم الصينيه هذيك نخدموا بها. نديروا فيها الظلمه ديالنا باش نديروها في الكوشه. دوك حنا البنات واش راح نديروا؟ نبداو بالمرقه ديالنا ومن بعد نروحوا باش نعمروا الحشو. البنات نبداو على بركه الله، نشعلوا نبداو باللحم ديالنا. فوالا نزيدو البصل وهذاك الحشيش والنعناع. الحميصه نديروها دركا. كيما نعرفوا الظلمه تحب بزاف الحميصه وانا الدار يحبوا الحميصه. فوالا دونك كيما راكم تشوفوا نزيدو نديروا الزيت. هنا نقلو هذاك اللحم جيدا، لازم نقلوه جيدا ونعاودو نولو باش نديرو توابل. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما البصل واللحم راهم يتقلاو، هنا ما علينا غنديروا التوابل اللي كيما قلنا فلفل كحل وقرفه، ما نكتروش القرفه. فوالا هذه هي. ونزيدو الملح ايضا. كنا درنا الملح في الحشو، درنا التوابل والبيض والملح هكذا. هذه هي. ومن بعد واحد يذوق المرقه كي تتمرق ذوقوا الملح. فوالا بعد ما تقلى مليح هكذا اللحم تقدروا ديروا الكركم ايضا، انا ما نديرش يعني نكتفي بهذه المقادير. هنا سخنت الماء كما قلت لكم توجور الغنمي بالماء سخون. فوالا هكذا البنات. هايليك بعد ما غلقنا لاكوكوت تاعنا نخلو اللحم هذاك يطيب ونمروا للحشو باش تعمروا البطاطا والقرعه ديالنا. بنات هنا بالنسبه للظلمه ديالنا واش نديرو؟ نبداو نعمروا
الحشو ديالنا في الظلمه كما راكم تشوفوا. نعاود هنا شويه بصل، نص حبه بصله صغيره، شويه قرفه، شويه فلفل كحل، شويه ملح، وصفر حبه بيض، وهذا ما كان. ونخلطوا يعني الحشو ديالنا، ودرنا له شويه حشيش ونعناع كيما في المرقه. وهنا نعمروا الحشو نعمروا القرعه ديالنا. هذا البنات هاي ليك بعد ما طيبنا المرقه ديالنا وهذاك اللحم، دوكم علينا غير نديروا المرقه في البلا ديالنا كيما راكم تشوفوا. لازم نصفقوا الحميصه ديالنا. اللحم ما نديروش دوكا، نديروا المرقه برك. شوفوا راهي خاتره ما شاء الله. ودوك زيد تكمل في الفرن ديالنا. اللحم حنا نسحقوه مع الاخر كيما راكم تشوفوا. هاي ليك المرقه مع الحميصه. دوك حنا نستفوا هذيك الظلمه ديالنا داخل في المرقه كيما راكم تشوفوا. هي الومنيوم ورق الطهي باش نغطي الطبق تاعنا. ظلمه هكذا تجي هايله بزاف بنينه. فوالا كيما راكم تشوفوا. نديرو هذا نزيدو نديرو البابي الومنيوم. ونخلوها في الفرن حتى نشوفو الخضره ديالنا يعني طابت لنا كما راكم تشوفوا. هكذا نغطو على كلش. البنات هاي ليك الظلمه ديالنا بعد ما طابت. هنا واش راح نديرو كيما قلت لكم. اللحم ديروا له يكون طايب. اللحم نديروا له شويه مارغرين ولا سمن واش عندكم في الدار، اي زيت الزيتون. تقدروا تقيدوا بالمقادير اللي نقول لكم عليها. فوالا يطيب الظلمه تاعنا. شوفوا خرجت ما شاء الله المريقه خاتره هايله بزاف. فوالا البنات ديروا شويه هكذا مارغرين من فوق. بلوتو انا عندي سمن، نحط شويه، نحط اللحم ديالي كيما راكم تشوفوا. نديروا هكذا السمن من فوق. ونزيدو نخلوه يتحمر من فوقه. والظلمه تاعنا تكون طابت على بركه الله. نقدروا نديروا ميم فروماج غابي اللي تقدر دير حتى فروماج غابي هكذا. فوالا البنات هذه هي الوصفه. دوك انا البنات هكذا كيما درت السمن فوق اللحم هكذايا. دوك انا نحطها فوق، نحطها في الفرن، نشعلو من الفوق ونخلي الظلمه تاعنا تزيد تحمر من الفوق وتطيلو، ونخرجوها ونتلاقاو من بعد على طاوله في طبق التقديم مع الأومليت اللي درناها. خرجت ما اروع. هاي ليك البنات شوفوا الظلمه ديالنا خرجت رائعه بنينه بزاف. جربوها. الرائحه راهي تعبق. ريحه القرفه، ريحه الفلفل الكحل، ريحه هذاك النعناع اللي زدته من الفوق. صدقوني مام ريحه الحشاوش اللي درتهم مع الاول، الحشيش والنعناع، صدقوني عن تجربه رائعه رائعه. والبنه رائعه والمرقه يعني جات خاتره وبنينه بالبزاف. مع اللحم هذاك اللي خليته يتحمر في الكوشه، درت له شويه سمن من الفوق، حقيقه جا بزاف هايل يدوب في الفم. صدقوني الوصفه رائعه وسيوها ما راحش تندموا. مام هكذا الضيوف تقدروا ديروا ظلمه كيما هذه في الكوشه رائعه بزاف وبنينه بزاف. نقول لكم
ما تنساوش تابونيو، اللي دخلوا جدد معانا للقناه ودقوا الجرس باش يوصلكم مزيد تاع الوصفات، واللي راهي ديجا ابوني دي بتيجان من عندها، وان شاء الله يعني بكم بربي سبحانه بكم ان شاء الله تكبر القناه. هذه هي البنات، نقولكم الى الملتقى بوصفات جديده ان شاء الله، مع السلامه.